أعزائي، لو تأملنا تاريخ المسرح المصري هنكتشف إن في جيل كامل من الرواد اللي قاموا بمجهودات كبيرة في المسرح في بداية القرن العشرين، واللي الجمهور الحالي ما يعرفش عنهم أي معلومات. احنا في قناتنا دي هدفنا إن احنا نسلط الضوء ونرد الاعتبار وبعض الحق لهؤلاء الرواد اللي شبه منسيين. شخصيتي اليوم بتحل الذكرى 50 لرحلها يوم 27 أكتوبر. اسمه كان بيتكتب على استحياء في بعض تترات الأفلام اللي شارك فيها بأدوار صغيرة رغم مكانته الفنية الكبيرة، منها مثلا دور الشيخ سلام حجازي في فيلم سيد درويش، ودور قائد المحكمة العسكرية في فيلم جميلة أبو حيرد، وأخيرا هو المايسترو عزيز رأفت البريمو كمانجا في فيلم شارع الحب. متهيألي كده عرفتوا احنا بنتكلم عن مين. شخصيتنا النهاردة عن الرائد المسرحي الكبير فتوح نشاطي. بشوق سمعتها لي. اتولد فتوح نشاطي يوم 18 مارس عام 1901 في حي الظاهر بالقاهرة لأسرة مصرية متوسطة. التحق بمدرسة الفرير، ونتيجة لحبه الشديد وتعلقه بالفن فكر انه يكون فرقة مسرحية من الأطفال زملائه في المدرسة. بالحنين والأماني كلها. وفي عام 1924 وبعد أن أنهى دراسته الثانوية التحق بالعمل ببنك الكريديليتي، وفي نفس الوقت انضم إلى فرقة رمسيس لإشباع هوايته في حب الفن. وهناك تعرف على المخرج عزيز عيد اللي نصحه بالاستقالة من العمل بالبنك والتفرغ للتمثيل. خايف من الليالي وانت عارف قد ايه ظلم الليالي. وفرقة رمسيس بدأت تتشكل ملامح المشوار الكبير لفتوح نشاطي، فترجم ومثل وشارك في إخراج مسرحيات عديدة. وفي عام 35 وبعد إغلاق فرقة رمسيس بتقرر الدولة إنها تنشئ فرقة قومية للمسرح يتولى إدارتها الشاعر الكبير خليل مطران، وبتستقطب عدد كبير من الممثلين الكبار منهم فتوح نشاطي. وهناك بيقدم مسرحيات أهل الكهف، تاجر البندقية، الملك لير وغيرها من المسرحيات. وأثناء عمله في الفرقة القومية بتعلن الفرقة عن بعثة إلى فرنسا لدراسة فن المسرح، بيتقدم إليها كل من فتوح نشاطي وسراج منير، لكن النتيجة بتأتي مخيبة لأملهم وما بيحصلوش على المنحة بتاعة البعثة، ولذلك بيتقدموا بطلب لمقابلة الدكتور طه حسين رئيس اللجنة، اللي بعد ما بينهي مقابلته بيكتشف ان هم احق 2 بالحصول على البعثة، وبالفعل بيسافروا الى فرنسا. بالمحبة منورنا وانت جنبي زي. وفرنسا يقضي فتوح نشاطي ما يقرب من 3 أعوام عاشقا ومتجولا بين المعاهد الفنية والمسارح، وهناك بيتعرف على رفيقة حياته هيلين، وهي فرنسية من أصل مصري، وبيعود معها بعد انتهاء البعثة في عام 1939. ضحكة رايحة وفرحة جاية بس قلبي لسه خايف. وبعد عودته للفرقة القومية يتولى ترجمة وإخراج ما يقرب من 73 مسرحية، واللي مثل في عدد كبير منها مثل مسرحية المهرج والست هدى وأديب وغيرها. كما ألف فتوح نشاطي كتاب هام عن المسرح بعنوان
50 عاما في خدمة المسرح. الليالي يا حبيبي. وفي مطلع الخمسينات وبعد حل معظم الفرق وتراجع النشاط المسرحي، اتجه معظم الفنانين للعمل بالسينما، ومنهم فتوح نشاطي، إلا أن الأدوار اللي قام بيها لم تكن تتناسب مع حجم موهبته ومكانته الفنية. وفي أكتوبر من عام 1970 رحل عن عالمنا الرائد المسرحي الكبير فتوح نشاطي. شكرا لكم. وإلى اللقاء مع شخصية جديدة من رواد المسرح المصري. رجاء لا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم. أوصل الأيام مع الأحلام، بغنوة شوق طويلة، وأحكي لك عن أجمل الأيام. أوصل الأيام مع الأحلام، بغنوة شوق طويلة، وأحكي لك عن أجمل الأيام. 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 بغنوة شوق طو
آه